Audio Jungle. Audio Jungle. أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في لقاء متجدد اليوم وبنزول عدسة برنامجنا للحكاية بداية مع ياسر أبو شقرة لتغطية هذا الحدث ومن قلب هذا الحدث وتحديدا من قاعة المؤتمرات بالتعليم المدني بالجزيرة وفعالية جديدة من فعاليات المؤتمر الطبي الدولي للقلب والسكر والتغذية العلاجية حاملا بشعارا بعنوانا جبر القلوب التابع لأكاديمية الفارس الدولية للاستشارات وتنمية الموارد البشرية. ابقوا معنا مع أقوى وأجمل اللقاءات. معكم ياسر أبو شقرة. ولسه متواصلين أعزائي المشاهدين من داخل فعالية المؤتمر الطبي الدولي. يسعدنا وشرفنا أن نلتقي اليوم بالدكتور جمال شعبان مدير عام معهد القلب. أهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك سابقا. سابقا يا فندم. اه أهلا وسهلا بك. اهلا بيك. منور النهارده الفعالية. ده نورك والله، انا اللي بتشرف بوجودي في هذا المؤتمر، لان اي حاجه فيها جبر للقلوب او طبطبه على القلوب بحب اشارك فيها. أول مشاركة لحضرتك النهارده في فعالية المؤتمر ولا؟ يمكن اول مره ليا في المؤتمر ده. مين نبى لحضرتك الدعوة؟ يعني الدعوه دي جات لي من دكتور طاهر بطه الاخ العزيز رئيس المؤتمر، ومن الدكتوره سناء. والحقيقه رغم ان انا عندي النهارده ارتباطات كتير وعندي حالات مستنيني، لكن برضه اقتطعت جزء من الوقت عشان طالما حاجه فيها طبطبه على القلوب يعني. انت نورتنا يا فندم ونورت الفعاليه الجديده النهارده، واحنا بقى نستغلك بقى يا فندم النهارده ونسالك شويه اسئله كده يعني للساده المشاهدين. عايزين نعرف بس العلاقه الصحيه النفسيه بامراض القلب ومشاكلها، وخصوصا مع الضغوط النفسيه في الاسر والحياه. القلب بيتاثر بضغوطات الحياه، يعني اكتر عضو بيتاثر بالحاله النفسيه القلب. لما الواحد بيزعل جامد القلب بيتاثر، لما الواحد بيخاف القلب بيتاثر، لما الواحد بيفرح جامد القلب بيتاثر. وده اللي الناس ما تعرفوش. صح. نسمع كمان عن في امراض كثيره من امراض القلب النفسيه. طبعا، يعني هو السايكوسوماتيك او الكاردياك نيوروزيس، في ناس ممكن يجي لها وسواس عندها القلب، وفي ناس لما حالتها النفسيه تنهار او يبقى عندها زعل او احباط القلب يتعب والضغط يعلى ويجي لها السكر وتصاب بأزمات قلبية. صح. وفي متلازمة القلب المنكسر، لما بتكون صدمة عاطفية ممكن يحصل زي أزمة قلبية، وفي ناس ممكن تموت فجأة بسبب الزعل. بالنسبه لسبب الزعل بقى اللي بيجي لهم السكته الدماغيه او النوبات اللي هي بتحصل القلبيه، علاقتها ايه الحاله بالنفسيه بالمجتمع المصري؟ ضغوطات الحياة كتيرة في المجتمع المصري يعني، وساعات الناس بتنسى ان الحياة هي دار متاعب، يفتكروا ان هي دار افراح وسعادة دائمة. لا، الحياة فيها كده وكده، يوم حلو ويوم مر. شطارة الإنسان العاقل إن هو لما بيجي اليوم المر بيحاول يصمد ويعني ويجابه أزمات الحياة عشان يعدي. بالنسبه للتغذيه العلاجيه بقى كل حاجة على قلبه وبيصاب بأمراض القلب. تمام. نصيحه من حضرتك برضو للاكل او الغذاء السليم التغذيه العلاجيه، يعني تنصح الساده المشاهدين بايه؟ المطبخ المصري والغذاء المصري للأسف اتغير في السنوات الأخيرة، بعد ما كنا بنعتمد على الأكل النباتي أكتر والأكل بتاع البيت أكتر، بقينا بنعتمد على الفاست فود والدليفري والأكل السريع اللي هو فيه زيوت مهدرجة كتير وفيه شحوم كتير، فبتيجي أزمات قلبية وتصلب في الشرايين بسبب الأكل. فأنا أنصح بالرجوع للأكل اللي بتاعنا البسيط بتاع زمان، اللي بيعتمد على السلطات والخضروات والفواكه، ونقلل السمن الصناعي ونقلل المسبكات ونقلل الدهون بقدر الإمكان. الامراض المزمنه زي القلب والسكر، هل في علاقه طرديه ما بينها وبين الرياضه مثلا؟ يعني تنصح للساده المشاهدين اللي عندهم؟ طبعا، يعني مش لازم تكون يعني مشترك في نادي رياضي مثلا وبتدفع اشتراك كتير. في رياضات سهلة ورخيصة زي المشي مثلا، كل يوم تمشي شوية نص ساعة يوميا مشي، ده ممكن يبقى وقاية من ضغط الدم ومن السكر ومن أمراض القلب. المشروبات بقى يا فندم؟ المشروبات أحلى مشروب هو الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والعصائر الطازجة، يعني بلاش اللي هي الحاجات المحلاة بالسكر الصناعي أو العصائر الصناعية، دي بتبقى مفيدة جدا. والفاكهة الطبيعية أحسن كمان من العصائر. الجلطات القلبيه بقى وعلاقتها الاضطراب النفسي اللي موجود في المجتمع برضه. الزعل ممكن يعمل جلطة لأنه بيعمل تقلص في الشرايين لما بيطلع الأدرينالين، فممكن تحصل جلطة في الشريان التاجي تأذي القلب، تعمل احتشاء في عضلة القلب. جلطة في الدماغ يعمل سكتة دماغية.
فالزعل بيصيب القلب ويصيب الدماغ، وبيعمل كمان كاتراكت. قال تعالى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، على سيدنا يعقوب جاله ميه بيضاء لما زعل مزمن. والزعل بالذات اللي هو المكتوم قال فهو كظيم، يعني الفضفضه ساعات مهمه. صح، لازم الواحد يفضفض برضه طالما ما يكتمش في يعني نفسه. شوف كده اصدقاء كده تقعد تتكلم معاهم. يعني الفضفضه ممكن تبقى وقايه من تاثير الزعل. يمكن النهارده الاسئله المحوريه او الاسئله الجوهريه النهارده طرحت النهارده في المؤتمر اللي هو دور التوتر والقلق والضغط النفسي في التاثير على صحه القلب. لا، تاثير سلبي جدا. احنا بنقول ان مش ممكن ان انت تتفادى التوتر، لكن لما يجي لك يبقى ضيف مش مقيم. يعني تتعامل مع ضغوطات الحياه لانها حاجه عابره ما تستمرش معاك كتير. اللي بيستمر معاه الزعل والتفاعل مع الزعل كتير ده اللي بيتعب. شرفتنا النهارده يا فندم، والف الف مبروك على تكريمك النهارده من داخل فعاليه المؤتمر. وتحب توجه رساله او كلمه للدكتوره نرمين بطا والدكتور محمد ابو زيد، تحب تقول لهم ايه؟ بقول لهم يعني ببارك لهم على نجاح هذا المؤتمر اللي هو المفيد، واي حاجه فيها جبر للقلوب وجبر الخواطر وطبطبه على القلوب انا معاكم فيها. ما يكونش اخر لقاء، ودايما لقاءات اخرى دايما مع بعض يا فندم. شكرا لحضرتك. نورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك.